السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يسرى شانيل. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الاكله صحيه ولذيذه بزاف في الفرن بالسمك ديال الكابيلا اللي كيجي رائع ومتبل بطريقه مميزه، منسم بالزعتر ورق سيدنا موسى باش يعطيه واحد النسمه خياليه. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تشجيعاتكم بلايكاتكم وتعليقاتكم المزيونه. وشكرا لكم، وخليكم مع المقادير وطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي السمك كبيلة. بالنسبة للسمك الكمية كتبقى على حساب أفراد الأسرة ديالكم. أنا غادي نعمل صينية ديال الفرن كبيرة شوية. غنحتاج هنايا مطيشة محكوكة، إذا بغيتو طحنوها أنا كنحكها. عندي هنايا معلقة صغيرة عمرة ديال الملحة، ومعلقة كبيرة ديال الكمون، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة وبابريكا، وراس معلقه ديال الهريس. غنحضروا الترميله الاولى اللي غادي نترمل بها الحوت واللي غنترمل بها المطيشه. عندي هنايا الثومه والقزبر دقيتهم في المهرات، بامكانكم تطحنوهم كل واحد طريقته. غادي نضيف الملحه والكمون والهريسه والتحميره ولاصوص ديال المطيشه والزيت. وعندي هنايا القليل ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر ورق سيدنا موسى غنخليهم حتى من بعد غنضيفهم فوق الصينيه. دابا ضفت غير شويه ديال الزعتر للتشرميله. كندي واحد شويه ديال التشرميله كنعملها في مطيشه باش كتشرمل مزيان وكيجي فيها المذاق. ودابا غادي نبدا نتشرمل معكم السمك، وكندخل فيه التشرميله في الجهات كاملين، كنتشرملهم من الداخل وكنقلب حتى الظهر ديالهم وكنتشرملهم. كيجيو لذاذين ورائعين، وهاد الاكله كتجي صحيه وصيفيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. من بعد ما كملت الترميله ديال الحوت كيبان لي كامل مشرمل، دابا غادي نبدا نحضر معكم الصينيه ديال الفرن. عملت فيها مطيشه على هاد الشكل هذا، كنوزعها في صينيه الفرن كامله. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال الكبيله او التونينه كتبقى اختياريه، في امكانكم تشرملوا الحوت تدخلوه مباشره للفرن بلا ما تعملوا له هاد المطيشه. كل واحد والذوق ديالو، اولا تكتفيو غير بتقطيع مطيشه دوائر هي والبصله والليمون. حنا كنفضلوا نطيبوها زعما هيدا، حيت هاد الطريقه هذه ديتها من عند ماما الحبيبه الله يطول في عمرها. الاكل ديالي كامل اللي كنحضر معكم تقريبا يعني كندي الطريقه من عندها. وكيجي واحد السر ديال البنه ديناها من اليدين ديال ماما ورثناها من عندها. اللي كيقيس الطياب ديالنا من بعد يعني ما كانوا كيشكروا الطياب ديال ماما، كيقولوا لنا سبحان الله عندكم نفس الطياب. المهم كملت التستيف ديال الحوت من فوق مطيشه، وعملت طريت فد الليمون وحكيت شويه ديال الزعتر، وعملت ورقه سيدنا موسى كيعطيو واحد النسمه وواحد المذاق رائع. كنضيف جوج ديال الفلفلات حارين، وغادي ندخل الصينيه للفرن طيب على درجه الحراره مرتفعه. كنشعل عليه قبل ما ندخل الصينيه للفرن بربع ساعه حتى كيسخن لي الفران، وكندخل الصينيه في الاسفل ديال الفرن، وفي نفس الوقت كنكون شاعله الفوق والتحت. ملي كتبان لي مطيشه بدات كتشبر راسها كطيب شويه، كنعمل الصينيه في الوسط وكنخلي حتى تكمل الطياب ديالها حتى كتبان لي تحمر السمك من الفوق ومطيشه وطاب مزيان. عاد كنقدمو من بعد ما طاب السمك اللي حضرت معكم. كان هذا هو الشكل النهائي. كتشوفوا كيفاش كيجي محمر، الطماطيشه كتجي طايبه ومحمره، وكيجي فيه واحد المذاق واحد النسمه ديال الزعتر وورق سيدنا موسى رائعه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم الطبق اللي قدمت معكم اليوم، وشكرا لكم حيت وصلتوا لاخر فيديو وشاهدتوا وشجعتوني. وما تنساوش تخليوا لي لايكات ديالكم وتعاليقكم اللي كتخليني نزيد نستمر. واذا كنتي اول مره كتشوف الفيديو ديالي ما تنساش تابونا في القناه. شكرا لكم يا احلى متابعين. الله يخطيكم عليا ما عليكم. في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر.